السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. وفيديونا اليوم يجيكم كامل هنيين ومتهنيين. نصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلوات والسلام. فيديو اليوم راح يكون بزاف هايل وراح يكون مشوق، راح يعجبكم بزاف لخاطر راح نبارطاجي معكم حوايج اللي يعجبوا، منهم اللي راح يفيدوكم ومنهم اللي راح يمتعوكم. المهم راكم معايا، وكالعاده ما ننساش نرحب بالزائرات الجدد، نقول لكم مرحبا بكم، شرفتوا ونورتوا عائلتنا البسيطه والمتواضعه. ونبداو الفيديو اللي بديتو من داري. كالعاده لازم نلم حوايجي ومعاهم ولادي والماتريال. بكري كانوا غير ولادي وحويجاتي، دركا ولادي وحويجاتي ومعاهم الماتريال. وين نروح نتبعوا وين ننقل فيه ابن بطوطه. وكي نقول لكم الماتريال عرفوا بلي راح نخدم، لكن الخدمه هذه المره راح تكون غير لخاطر راح نكمل نخدمها عند اللي كومونداوها. المهم كيما راكم تشوفوا هنا جبت يد عامله باش تعاوني، واليد العامله هذه شرطت عليا امها اني نتهلا فيها ونجبد لها شعرها باش نهار الفرح يكون شعرها واجد. وما عليا غير نقول هيه، ولازم يعني مادام راح تعاوني نقبل بالشروط. والحمد لله اللي الوقت اللي رانا فيه يقول لك وقت السرعه، والشيء اللي كاين كل يسرع لك وينقص عليك الجهد ويربحك في الوقت. هيا راح نجبد لها بهذا السوشوار، هو جاي رولات وسوشوار في نفس الوقت، يعني راكي تمشطي في نفس الوقت راكي تشوري في هذاك الشعر. الصراحه هايله بزاف، عمليه. سواء هكا كيما قلت لكم هكا على خطفه اللي عندها بنياتها هكا يقراو في البريمير، ولا هكا سيفيليزي تحب تجبد لها شعرها ديما، ولا اللي تبغي تشيح شعرها ديما ورا الدوش. سورتو الشعر يقول لك لازم 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 ورا الدوش. طبعا نخليو وقت هكا باش هذاك المسامات هذوك يتقفلوا، نشيحوا الشعر ما نخليوهش ينشف وحده، خاطر هكاك راح ينضر الشعر. المهم كيما راكم تشوفوا البنات وكان يقطر شيحتو لها مباشره، ما سنيتوش هكا ينشف وحده. وشوفوا لي البنات كيفاش تجبد، يعني ما شاء الله راهو يبري ربي يبارك. شوفوا الفرق، يعني الا كنتي عروسه جديده وتبغي ليها ليه تجبدي شعرك وما كان له تجبدي هذا سوشوار هذه مشطه وهذا ليسور وهذه مشطه، حاجه وحده وانتي فريتيها. شوفوا البنات الفرق، يعني لو كان جا ليسور تستنيه حتى ينشف باش تليسيه، هكا تجبديه وتشيحيه في نفس الوقت، تربحي على روحك الوقت كما قلت لكم والجهد. شوفوا لي ما شاء الله النتيجه، شوفوا شعرها كيفاش تسبسب وحده. هاد لابروس البنات راهي من ماركه انزو، سبق ديجا وشاركت معكم بروس من نفس لا مارك وشفتوا نتيجتها. يعني هاد الماركه ما شاء الله راهي معروفه وصادقه بزاف بزاف، وخفيف بزاف على اليد، يعني ما شاء الله ما يتعبكش، يعني كي تعودي تخدمي به ما يتعبكش خلاص، ماشي من هذوك اللي يكونوا ثقال. ودرك راح نشارك معكم البنات هكا باش تشوفوه كيفاش مداير. تشوفوا انايا يعني للامانه راني ما نعطولكمش هو جديد هكا في الساشي تاعكم، شفتوه بلا ساشي لانه استعملته، يعني ما نعطولكمش كيما يقول لك هو جديد ولا استعملته. شفت نتيجته، شفت الشعيرات تاعو اذا ملاح ولا ما مش ملاح، لانه كاين دي بروس كيما هكا غير تبداي تجبدي به الجبده الاولى هذوك الشعيرات اللي فيه المشطه، هذيك الشعيرات تاع المشطه يذوبوا يروحوا فيها، يذوبوا لك على شعرك. انا كان سبق وجربت وحده هذوك الشعيرات ذابوا لصقوا في الشعر، يعني باش نفتحوا قوسين برك الواحد ما يشريش برك هكاك بلا ما تشوف عينه ويشوف نتيجه هذيك الحاجه. الخيط تاعو يعني ما شاء الله طويل ويدور معك 360 درجه، كيما دورتي لابروس الدور، يعني ما يعييكش ما يغبنكش انت تدوري فيها وهذاك الخيط يتلوى. والدرجه تاع الحراره ولا الهواء الساخن تاعو ثاني تتحكمي فيها كيما حبيتي. سعر المشط البنات راهو يدير 700,000 من عند بوتيك اغا شوب. راح نخلي لكم الرابط والارقام تاعو اللي حبت يعني تكوموندي، راهم قدامكم على الشاشه ونخليه لكم في صندوق الوصف. ودركا راح نبدا نخدم لا كوموند تاعي. يعني كاين حوايج اللي خدمتهم البنات، كاين حوايج اللي راح نشاركهم معكم، يعني باش نربح الوقت، لانه التصوير يا البنات راهو يدي وقت، يعني ماشي حاجه سهله باش تخدمي وتصوري في نفس الوقت، او التصوير يدي لك من جهدك ويدي لك من وقتك. هيا قلت نشارك معكم هكا مقتطفات اللي قدرت، وما نكذبش عليكم يعني كم شفتوا دركا عاودت نشارك معكم هكا مقتطفات. بكري نحط هكا نستمتع انا في التصوير كي بكري كي درك، لكن دركا وقتي ولا بزاف ضيق ولا بزاف محدود، وراكم تشوفوا يعني في كثره الغيابات المهم كيما شفتوا حكمت وجدت لي ماغنوم، لانه هذه المملحه اسمها لي ماغنوم سالي. كيما شفتوا حكمت غليت حبه بطاطا، وكنت طيبت 2 صدورات تاع الدجاج نطيبوهم مع البصله مع ثوم مع دنوس لي زيبيس. كنت شاركت معكم البنات الوصفه بالتفصيل في الفيديو تاع في الفيديو الفاسي تاع رنوشه.
المهم حكمت حطيتهم هكا في المول كيما راكم تشوفوا. هي كوموندات كونتيتي ولازم المعاونه، ما نكذبش عليكم، اي هربت لدارنا راني قلت لكم شوفوا بديتها من داري ومن بعد كملتها في دارنا ومن بعد كملتها في دار الفرح. حكمت وجدت كيما راكم تشوفوا درتها على 2 دفعات. ليمون ما كفاونيش كيما قلت لكم، بصح ما تقدريش تشري ليمون بزاف وما تقدريش تخدمي بليمون شويه، يعني في الحدود تاع المعقول كيما نقولوا حنايا. والمملحه هذه تمشي لي بزاف بزاف. المهم حكمت عمرتها لداخل بالفرماج ومن بعد نغطي الفرماج بالدجاج بطبيعه الحال ونحطهم يتكونجلاو، يعني يحبوا الوقت لازم يجمدوا باش يشدوا لا فورم، ومن بعد كي نطيبهم يبقاو شادين هذيك لا فورم في نفس الوقت ما يتحلوليش في المقله. يعني ضروري مستحيل انك تكملي طيبيها هكا بلا ما تكونجليها. المهم هذه الدفعه الاولى راح نحطها في الكونجيلاتور ودركا راح نرجع لاطارت. بالنسبه لاطارت خلاتها لي على ذوقي ودرتها بالذوق تاعي. حكمت درت جينواز طيبتها حسب المول كيما شفتوا. هو يعني خيرت واحد العدد هكا، لكن المول ما يوكليش العدد المطلوب الا اذا عليت في لاطارت. ما لقيتوش هذاك القياس تاع السارسو، ما لقيتوش، درت باتنا بكل. حكمت برك زاوت في الجينواز والحمد لله يعني خرجت كيما حبتها. طيب 2 جينوازات ودركا راني نقسم فيهم، يعني بعد ما خليتها باتت. وللامانه البنات الجينواز راني ماشي ديما نخليها تبات، يعني ساعات نخدم بها في نفس النهار ونخليها تبات غير بالحشو. شوفوا معايا كيفاش راهي ما شاء الله خفيفه تهبل. ومام اذا ما تنجحلكش الجينواز بقاي تجربي البنات، لانه انا واحده من الناس كانت ما تصلح ليش، وكان ساعات تجيني ثقيله، ساعات بقى لي نيه من الداخل، ساعات هبط لي كيما يقولوا كيف نقولوا بالتكرار تولي ما شاء الله تولي بروفيسيونيل في هذيك الحاجه. وجدت الجينواز ووجدت الشربات والغاناش كيف دركا راح نمونتي الغاناش هذاك حنطلعو كيما راكم تشوفوا، لانه كيما قلت لكم انا الحشو تاع لي طارت تاعي نخدمو بالغاناش، ما نخدمش خلص بلا شونتي. ديجا رانا في الصيف زيدي ديري شونتي تريسكي بها في طارطه عاليه ما نعرف كيفاش وزيد الذوق. انا نبغي كي ندير حاجه اللي ياكلها تعجبو، ماشي ياكل حاجه اللي تقهمو وتكون صامته. من جهه رحت حطيت البيستاش في المقله الهوائيه، قليتو فيها بلا ما نزيد نشعل الفور وكل شيء. ومن بعد فتتو وزدتو على الفويتين. راح ندير هذيك الطبقه المقرمشه. هنا راح نعطيكم نصيحه لازم تديوها بعين الاعتبار، خاصه الاخوات المبتدئات سواء في الحلويات، لانه هذا الوصفه تاع الطبقه المقرمشه راهم يستعملوها حتى في الحلويات التقليديه. كي تروحي تشري الفويتين، انا واحده من الناس تكلحت حتى فهمتني مليح مريم، قالت لي كي تروحي تشري الفويتين قول له اعطيني تاع لامبورطاسيون، لخاطر لاطاك تاع هنايا راح ما تكونش تقرمش، وهذا هو المشكل اللي طحت فيه انايا. لانه ما ندير الطبقه المقرمشه وتبقى لي مقرمشه. وش نقول لكم، يا لو كان لاطاقت هذيك تبقى سمانه في الفريجيدار، مي هذه المره ما بقات لي، راحت هذيك تقرميشه من الفويتين. كاينه راح تقول لي ما عرفتيش تخدميها، لا يعني ما نخدمها. المشكل في الفويتين كما قلت لكم النوعيه، كاين النوعيه الجيده وكاين النوعيه الرديئه. نعطيكم الوصفه على السريع البنات. عندكم 50 غرام تاع فويتين، 50 غرام تاع شوكولا، اي ذوق بغيتي شوكولا نوار ولا شوكولا اولي، وعندك شوكولا للطلي ثاني 50 غرام، و50 غرام مكسرات اللي حبيتي تيا. ذوبي الشوكولا تخليها تبرد، ضروري انها تبرد، بعد زيدي عليها شوكولا تاع الطلاء، ومن بعد لوحيهم على هذاك الفويتين والمكسرات، وبقاي تحركي بشويه باش ما تكسريش هذاك الفويتين، وفي نفس الوقت تغطيها مليح. لازم حبيبات الفويتين بكل يتغطاو بهذيك الشوكولا. وبصحتكم الطبقه المقرمشه. المهم انا مانيش راح نكون انانيه البنات، الاخوات اللي يحبوا زعما يوليو محترفات هكا في اللاير كيك والكيك ديزاين وكل ما هو كيك، لخاطر كاينه اللي بالعين برك تهز، وكاينه اللي تقول لك لازم نبراتيكي ولازم تكون وحده واقفه عند راسي وتقول لي ديري هكا وما ديريش هكا باش نتمكن ونلقى روحي. لخاطر الناس كل ما مش كيف صباع اليدين ما مش كيف كاينه اللي تهز بسهوله وغير بالعين، وكاينه اللي تجيها الحاله صعيبه لازم واحد يكون واقف معاها. واللي حبت هذه الوحده اللي توقف معاها كيما وقفت معايا انايا، تروح ليكول تاع سكولاي فور ايدوكيشن اللي كنت درت فيها الفورماسيون تاع الكيك ديزاين، وشاركت معكم تجربتي، كنت شاركت معكم مقتطفات طيله مده الدوره اللي كنت فوتها في 3 ايام بسعر يعني ما شاء الله، خاصه الوقت اللي رانا فيه الاسعار بزاف يطلعوا تاع الدورات، هما لا يعكسوا الحكايه ويهبطوا في الاسعار هكا باش يكونوا في متناول الجميع. وكما راكم تشوفوا البنات هذو كامل
كامل راهم من تحت يدين المتربصات اللي كانت اغلبيتهم اول تجربه لهم. وشوفوا لي البنات هذاك الاتقان من اول طارطه. وكيما راكم تشوفوا يديروا ثاني لي بياس مونتي، يعني يعلموكم كيفاش تخدموا لي بياس مونتي، كيفاش تخدموا هذوك الاشكال والمجسمات، الورود، كيفاش تخدموا الماربري هذاك بعجينه السكر. المهم ما شاء الله يشاركوا معكم ويعلموكم الاحترافيه من الصفر، يعني من كيفاش تخدمي الجينواز حتى للتزيين. وطبعا باش تشاركوا راح نخليكم كامل المعلومات في صندوق الوصف. والحاجه اللي ما قلتها لكمش البنات انه كي ديري الفورماسيون راح في نهايه الدوره يعطيوك شهاده ولا طارت اللي تكوني خدمتيها راح تديها معاك، زائد مطويات الوصفات والغداء لطيله هذه الثلاث ايام اللي تكوني درتي فيهم الفورماسيون. المدرسه راهي قدامكم. هنا كنت وجدت لاباط اللي باش نوجد بها المملحه الثانيه. كما راكم تشوفوا خمرت مليح مليح، والمساعده هنايا طبعا راهي معايا، منها تعاوني ومنها تتعلم في نفس الوقت، يعني زوج في واحد. شفتوا كيفاش ضربت عصفورين بحجر واحد. المهم هنايا بعد ما خمرت العجينه دركا راح نوزن. هنايا بالنسبه للميزان ضروري البنات. كاين تقول لك عيني ميزاني منا باش تخدمي حبات قد بعضهم البعض وتحطيهم قدام بعضهم تولي الحبه قد اختها، لازم الميزان سواء في الحلويات سواء هكا في المملحات ومام في الجينواز. كاين اللي تقول لك انا نخدم غير بالمغرف ومنا باش ديري حاجه متقونه وحاجه باينه ها هي كي وش هي قدامك. الميزان يا اخي هذاك الوقت طلعوا كل شيء للسما، كلش غلاو فيه. دركا هاو رجع كيما كان بكري، رجع ب50,000. يعني الميزان اللي عندي هذا الابيض اللي راكم تشوفوا فيه راني من سنوات وانا نخدم به، يعني للامانه هذا ماهوش تاعي هذا ماما المهم حتى هو تشرى ب50,000. خدمت الخبز البنات. هنا كيفاش ندير الخبز لانه ماهوش في نفس النهار وفي نفس الوقت ما نقدرش نخليه على برا، نخليه جوست ما يدفى نحطه في الكونجيلاتور. على واه لانه كونتيتي كبيره كيما شفتوا ربي يبارك. وفي نفس الوقت كيما قلت لكم راح نروح نكمل لا كوموند عند اللي طلبوها، ما عندهمش الفور، يعني ما نقدرش نخدم ثما سير بلاس. وليت هزيت حوايجي وروح ديبلاسيت كيما قلت لكم هكا باش نكمل في راحتي وما نحشرش روحي. سورتو كي لي سالي ولا طارت، يعني لازم نوفق بيناتهم في زوج ونخدمهم في زوج ونكملهم في هذاك النهار، يعني النهار تاع الفرح يا باد. وتسمى كي نكملهم لازم نلتف بروحي حتى انا ونعدل روحي. وهنايا باش نفتح قوسين لانه كاين الناس الفضوليين، نقول فضوليين لانه كاين ناس بزاف يحبوني ويحبوا هكا يعرفوا الحوايج اللي نشاركهم معاهم، وكاين الناس اللي فضوليين وما يحبونيش، يعني هكا باش نفهموا بعضنا البعض وفي نفس الوقت ما نقدرش نهضر كل شيء البنات. كاين حوايج ما يخصونيش ما نقدرش نهضر عليهم، يعني يكون جات حاجه تخصني ولا فرح يخصني نقول لكم كيفاش ونشارك معكم بزاف تفاصيل، لكن حاجه ماهيش تاعي، ليست من كما يقولوا حاجه ماهيش حاجه شخصيه، ماشي من شخصيتي انا عرفتش كيف نوصل لكم المعلومه، ماهيش حاجتي الشخصيه، حاجه شخصيه تاع ناس اخرين. المهم ماكم فهمتوني. دركا كيما راكم تشوفوا راح نغلف الكيكه، لكن الكيكه مانيش راح نزينها، ساعه نقول لكم طارطه ساعه نقول لكم كيكه وما هي نورمالمون كيك. المهم حكمت غلفتها وحطيتها في الفريجيدار. الديكور قلت لكم حتى تجي تتحط في وقتها يا بعد باش نديكوريها، لانه راح نديكوريها بالورد الطبيعي. وهنا اليوم الرابع اللي راح يتحط فيه كل شيء. واش درت البنات؟ هنايا راح ندير المملحه الثانيه اللي لازم كلش يوجد في وقته. كيما راكم تشوفوا حكم جبت الدجاج رحيته مع البصله والثوم لا مطارد الملح الفلفل الكحل شويه تاع الزنجبيل، ثم داويت هذاك الدجاج مليح وراح نشكلو هكا دوائر ونقليه. من جهه لي ماغنوم كيما قلت لكم كنت شكلتهم وخليتهم باتوا في الكونجيلاتور. ودركا المساعدات كانت مساعده واحده دركا ولا مساعدات، يعني يعطيهم الصحه الاء وامنيه هنايا نسميهم لكم الشطورات. الصراحه نحاو عليا واش نقول لكم، يعني كل ما جاوش معايا راني طحت تغاشيت لهم هذاك النهار كانوا رمدوا لي كيما شفتوا في الفارينه، يفوتوا لي في الفارينه والعظام والخبز وانا كنت نقلي. يعني كنت وجدت الدجاج هذاك اللي رحيته وخليته ابار البنات، كملت لي ماغنوم لانه صاي سما فاتوا وخرجوا من الكونجيلاتور لازم سير بلاص يترمدوا ويتقلاو. خليتهم هما كملوا، انا قليتهم برك وهما كملوا بيكاو لي هذوك الاخر وراهم يديروا. هنايا درتها بالهريسه، ما حبيتش ندير المايونيز لانه الكيتشوب لانه مامش الناس بكل يحبوها، ودرت المايونيز بعدتها حتى هي ماش كامل الناس يحبوها. المهم حاولت هكا نبعد
ودرت الزيتون. واخر حاجه هو التزيين تاع الفرماج. التزيين هذا تاع الفرماج شحال يتعب البنات، لانه هذوك الثقوب انا اللي نديرهم، يعني كاين بزاف اللي تبان لهم باللي نشريه واجد هكاك، هو ما نشريش البنات، راه هو سلايس هذاك الفرماج تاع الساندويتش ونخدمه وشغل بالقياسات باش يجيوني قد بعضها، ماشي تجي حبه كبيره حبه صغيره حبه سمينه حبه رقيقه بالقياسات. المهم كنت ثاني رجعت المملحه ثانيه، وجدت كيما قلت لكم هذاك الدجاج قليته والطماطم قصيتها وهكا راهي واجده. حاولت كيما قلت لكم نشارك معكم قد ما قدرت هكا مقتطفات والاجواء في نفس الوقت. ودركا وصل الوقت اللي باش تتحط فيه لاطاغت. حكمت جبت كيما قلت لكم هنايا شوفوا كيفاش داروها لي مكره جاو يشوفوها هي ولا قال والله غير نحطوا صباعنا هكا، هيا حطوا صباعهم داروا البصمه تاعهم. هيا وجدت البنات. حكيت جبت الورد الطبيعي غلفته بالفيلم اليمونتير ومن بعدا بيكيتو. ما حبيتش نبيكيهم هكاك بلا ما نغلفهم، ولو انه حتى كي تغلفيهم راهي كارثه، لانه يبقى الداخل يعني المورسو اللي طاح فيه، ما نعرفش شكون المخلوقه اللي طاح فيها المورسو هذاك اللي فيه الفيلم اليمونتير. وحطيتهم بهذا الشكل لانه بغاوها بهذا الشكل، بغاوها سامبل فيها وريدات هكا زوج الفوقه وريده لتحت وبهذوك لي باغل. وكيما ديما نقول لكم انا راني ما نديرش من راسي، انا لازم الوحده تجي تقول لي ديري لي بطه، ديري لي عجينه السكر، ولا ديري لي الكريمه، ديري لي الداخل هكا، ديري لي اللون الفلاني، ما ديري ليش كذا ما ديري ليش كذا. يعني باش تجيني وحده تخليني نقرا افكارها، مستحيل اني تجيني وحده نقرا لها افكارها وندخل في مخها ونعرف هي واش بغات واش ما بغاتش، ولا تجي تكيستيونيك وتسقسيك في شهر ومن بعد تجي تطلب منك من شهر واحد اخر. لانه صرات لي مع واحد على بالي بلي راح تتفرج الفيديو هذا، ومن بعد نهار جيت كوموندي من عندك ما تفهمكش وتقول لك لا انا ما قلتلكش هكا بغيتها هكا. ما نقدرش ندخل في مخ الانسانه ونعرف واش راهي باغيه. لو كان ما يكتبوليش واش راهم باغيين بالتفصيل ما نقدرش انايا ندير حاجه راهي في مخك، ما نقدرش نقرا الافكار تاع المخ. المهم كيما راكم تشوفوا هنا بعد ما درت الورود كيما شفتوا دركا شوفوا كيفاش زرزحت من السخانه. راهي وحده السخانه ما نحكي لكمش. واصعب الكيكات هما اللي يكونوا مغلفين بالشونتي، شفتوها راهي غير على برا وشوفوا البنات كيفاه، فما بالك لو كان درتها لداخل. المهم هنايا قعدت نطيش في لي باغل، منهم الكبار منهم الصغار ومنهم المتوسطين هكا عشوائيا، لكن بغاتها بشكل مائل. ومن بعد دوك تشوفوا باللي راهي كانت غير شويه، ومن بعد عاودت عمرتها لانه كي حطيتها في الفريجيدار قاسوها هذه وانا كي شفتها هكاك قريب نبكي وهكا كانت خلصت مهمتي، بصح ما خلصتش يعني على كل حال كنت وجدت روحي ما شاركتش معكم البنات لا واش لبست لا واش درت. المهم ما قعدتش ما نكذبش عليكم. اطفالي كنت لبست لهم حوايج تاع العيد، ماما انا لبست القندوره تاع العيد، لبست جوج قناطر، قندوره تاع العيد هذا وقندوره تاع العيد اللي فات وكما راكم تشوفوا هنا المملحات في شكلهم النهائي ولا طار ثاني في شكلها النهائي. ما صبرتهاش مليح راح نرت لكم ثاني بعد ما قسمتها، والحمد لله يا رب العالمين خرجت واش كانوا حابين. وهذه هي فرحتي ما نكذبش عليكم، يعني هذه هي فرحتي اللي تنسيني في هذوك في التعب تاع هذوك الايامات كامل. شوفوا لي البنات هنايا لا طارت كيما قلت لكم كنت درتها طبقه بطبقه، ما كملت لكمش كيفاش يعني كم شفتوها. على كل حال كنت درت طبقه القناش هو لكن الشيء الزايد كنت طبقه درتها بالكراميل والجوز، وطبقه درتها بالفراز، وهذيك الطبقه المقرمشه تاع البيستاش والاخر اللي شاركتها معكم، ولو انه ما بقاتش هذيك القرميشه غاضتني بزاف. وكنت فوتت عشيه ما شاء الله يعني فاتت روعه. كل شيء مبروك، ربي ان شاء الله يهني العرسان وربي يتمم على خير. وهنايا نكون وصلنا نهايه فيديونا اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم تكونوا استمتعتوا معايا، وربي يجعل ان شاء الله ايامكم ودياركم كامل عامره بالفرح والزهو والنجاحات والهنا كامل على بعضكم. ودركا ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات روتينات جايه ان شاء الله. في امان الله.